في حاجات كده ما ينفعش ان انت تتمسك بيها قوي. علاقة، شخص، مكان، عمل، ايا كان. عارف لما تمسك على الحاجة بايدك قوي كده عشان تحافظ عليها، لو فتحت ايدك بعد كده هتلاقي ايدك اتعورت من كتر ما انت مقافل، ومن كتر ما انت بتحاول تمسك وتتمسك بالحاجة دي. مهما يحصل بتشد ايدك جامد 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 عشان تحافظ على الحاجة دي ايا كانت، ولما تفتح ايدك تلاقي ايدك اتعورت. كذلك ما تحاولش تتمسك باشخاص. انت بتعمل ليهم كل حاجة، انت بتديهم كل حاجة، وهم من الناحية التانية ما بيبذلوش اي مجهود خالص علشان يحافظوا عليك. انت في شغل بتديله، بتحاول وبتعافر وبتعمل وتعمل وما بتتقدرش. انت مع زميل في العمل بتساعده وتقف جنبه وبتعمل معاه كل حاجة لانك انت انسان نظيف، وتفاجأ بيتكلم عليك في ظهرك، بيحقد عليك، بيبصلك في رزقك، عايز يمشيك من الشغل. انت بتحب حد والحد ده اديت وعملت له وسويت له، وهو بيخونك وبيتكلم عليك وبيستغلك وبيستضعفك. انت مع اهلك وقرايبك بتعمل وبتسوي، مش درجات القرابة الاولى يعني، اهل اللي حواليهم دول، الناس الجميلة بتاعتنا دي اللي تلاقيهم انت بتقدم لهم السبت مش بيدوك لحد، بيدوك على قفاك، سوري في اللفظ. مع الناس دي ما تقفلش ايدك، افتحها، سيبها. ايدك مش هتتعور والله، بالعكس هتحافظ عليها، تبقى ايدك جميلة حلوة. ما تتمسكش بعلاقات واشخاص واماكن وناس هما مش عايزينك، هما ما بيحاولوش معاك وليك وعلشانهم وعلشانك. خلاص اطلق سراحهم، قول لهم شكرا، كتر خيركم لحد كده. وحافظ يا ابني على ايديك، وحافظي يا بنتي على ايديكي وعلى صحتك وعلى قلبك، وبطلي منهدة. فكري في نفسك شوية، فكر في نفسك شويتين 3 ونقول ايه، شكرا.